الناس بتتكلم في نتائج الانتخابات باعتبارها مش موجوده. حاجه صادمه جدا، مفيش نزاهه في الانتخابات. حاجه صادمه جدا يعني. طب هو امتى كان في انتخابات نزيهه في مصر؟ يعني انا السؤال ده بجد عايز اساله للناس اللي شايفه ان نزاهه الانتخابات شرط لعدم تحركهم من على الكنبه للمشاركه في العمليه الانتخابيه. انتوا ما بتشاركوش في العمليه الانتخابيه اصلا، مفيش نزاهه. يعني طب امتى كان في نزاهه؟ يعني تاريخ الدوله المصريه الحديثه بادئ بنظام توريث للحكم، وبعدين بعد كده نظام اسمه الاستفتاء، واخد بالك، على منصب رئيس الجمهوريه. اول انتخابات رئاسيه في مصر كانت 2005. الناس مش فاهمه بالها، بس يعني الناس مش قاريه تاريخ. 2005 واتحبس الراجل اللي نزل الانتخابات ديت ضد رئيس الجمهوريه، وبعدين جت انتخابات 2012 دي تمت والميدان مشتعل. يعني دي جمله عارضه، دي مش هو النظام يعني، لو مؤاخذه. بعدين يقول لك ايه، انتخابات 2012 دي ما كانتش متهندسه وكانت، بس هي سبحان الله لا خالد الشاطر نزل ولا حاتم صلاح اسماعيل ولا عمر سليمان، هم اقوى 3 مرشحين، بس هي ما كانتش متهندسه. ماشي يعني هصدق الحكايه. طب الانتخابات اللي بعديها كانت عبد الفتاح السيسي شخصيته يعني في ذروه شعبيتها، واخد بالك، وبالتالي ما حدش يذكر ان كان في مشهد انتخابي يعني. 2018 المرشح المنافس الوحيد اعلن في بدايه ترشحه انه هينتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2018. فعن اي نزاهه نتحدث وعن اي تاريخ من النزاهه نتحدث. طيب انتوا تقصدوا يعني مثلا انتخابات البرلمان مثلا؟ طيب ما تيجي نراجع موضوع انتخابات البرلمان ده. العصر الذهبي البرلمان ده اصلا دي قصه حديثه، بدات سنه 19 الدستور 23 لغايه 52. العصر الذهبي للليبراليه المصريه، حزب الاغلبيه بشهاده كل الفروقات كان بيتكتب كده اسمه حزب الاغلبيه. الوقت حكم كام سنه؟ 7 على 3 فترات، منهم مره على الدبابات الانجليزيه حدث 4 فبراير 42. يعني السنه دي كانت بتترمي في الترعه زي ما كتبوا الادباء وقال المؤرخين. اي انتخابات. طيب من ازمه مارس بقى 54 لغايه دلوقتي فين الانتخابات اللي انا حضرت كل الانتخابات البرلمانيه من 76 وانا جاي، واخد بالك، واشهد بان ما فيش فيهم ولا انتخابات ممكن اتهمها بانها انتخابات نزيهه بالمعنى المشار اليه عليه اللي هي المثلى يعني. طبعا اكيد في فروق. انا طول عمري بقدر قوي فكره الفروق. انا راجل بشتغل في السياسه، اللي بيشتغل في السياسه ما بيشتغلش في مساحات تجريبيه ولا في المطلق، بيشتغل في مساحات الممكن. 76 افضل 1000 مره من 79. انا شفت الانتخابات دي فاقدر اميز، لكن مفيش حاجه اسمها انتخابات مثلى، مفيش حاجه اسمها انتخابات نموذجيه. وبالتالي الحديث عن نزاهه، اي نزاهه، انا قريب حد يعني بيحاول يعجزني بقى، فبيقول لي انه يعني عملوا مش عارف ايه وايه، واخد بالك، ده دليل الانتخابات مش نزيهه. طب انت ناوي تعمل ايه؟ قلت له اعملوا ايه؟ يعني انت يعني الامثله اللي انت بتضربها دي انت ناسي ان اصلا الانتخابات بتتم وفي الاف من الناس محبوسين على ذمه قضايا الرأي. انت ناسي الانتخابات بتتم وفي مواقع محجوبه عن الشرعيه. انت ناسي الانتخابات بتتم في ظل اوضاع لا يمكن وصفها بانها مناخ ديمقراطي، احتكار كامل للاعلام، احتكار. اصلا احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في مناخ بشكل عام. احنا بنطالب بايه؟ بنطالب باصلاح سياسي ديمقراطي. يعني اصلا ما فيش مناخ ديمقراطي. فلما تيجي تكلمني في تفاصيل من نوع العوائق اللي كانت في موضوع التوكيلات الشعبيه، يعني ده يعني اقل القليل مما يمكن ان نتحدث عنه. ده احنا يعني مستعد